عمرك صبرتي شي حاجة وحسيتي من الداخل باللي خاصك تخليه وتهرب؟ مشكل أنني أنا درت العكس، وهاد الغلطة خلاتني نشوف بعيني واحد المخلوق ما كانش خاصني نشوفه. أنا البشير كساب أبا عن جد. كان بيع ونشري في الغنم والكسيبة، وخدمتي هي عروبيتي كيف ما كنقولوا حنا العروبية. قديم مجوج وعندي وليدات، منهم اللي كيقراو ومنهم اللي بغاو قال لك يديروا حرفة بوك لا يغلبوك المعلم ومعاونيني. حياتي كاملة دوزتها كنمشي لمناطق المعزولة وكندبر على الهوتة كيف ما كنقولوا، كنشري الغنم بأقل ثمن ونصور طرفة الخبز ليا ولوليداتي. هاد الواقعة عمري نساها، وباقي لدابا كتفيقني من الناس بالخلعة مرة. كان واحد العام كان قاس عليا بزاف، كسيبة قليلة وحصاد ناشف والوقت شوية مزيرة. كان أقل كانت السيمانة الأخرى قبل العيد الكبير، وفي ديك الوقيتة كنت مزير ديال بصح واصلة ليا العظم كيف ما كنقولوا. في ذاك العام كان خاصني نبيع بزاف ديال الغنم باش يلا نتكافى مع المشاكل ديالي ونعتق راسي من الغرق. ديك العشية كنت شاد الطريق لواحد المنطقة قريبة لواحد المنطقة في المغرب بلا ما نقولوها باش حتى الناس ديالها ما يتقلقوش، واحد بلاصة ريفية ومعزولة. واخا ديك البلاصة كانت بعيدة عليه بزاف وكيعاودوا على انها مقطوعة، ولكن سمعت بين ما الوقت مرخية تما، مرخية بزاف والثمن طايح خاصة ديال الغنم والكسيبة. وقلت مع راسي يا هدي هي الهوتة. كنت اول مرة نمشي لتما وشديت الطريق مع راسي، والطريق كلها كانت فراجات وحفاري، طريق مكرفسة الصراحة. اش بغيتي تسنى من منطقة ريفية معزولة؟ كنت غادي في الطريق والشجر داير بيا من كل جهة، واحد الشجر غريب صراحة، واحد الشجر كبير وطويل وعريض، كان بحال شي حيط كحل كيسد عليا الشمس. والصراحة كان سد عليا بكري وكان خلى الجو بحال كيبان مغمغم، علما انه كان باقي الصباح. كان عقل كنت عيان بالطريق، ضلوعي كيحرقوني بالسوقان ديال الكاميو الصغير ديالي، والراديو كيزن فودني شي اغنية قديمة ديال الرويشة اللي كتقطع مع السينيال. كنت باغي غير نشري شي بركة ديال الغنم ونرجع بحالتي. كان عقل وصلت لتما مع ديك تقريبا الجوج ديال النهار، تغديت وتوكلت على الله نبدا البيع والشراء ديالي. مشيت عند الكساب الاول الثاني الثالث، لكن وانا كنتعامل معاهم بديت كنلاحظ واحد الحاجه غريبه هنايا. كانوا الناس هنا حدوديين بزاف وناشفين. الكسابه اللي كنت كنتعامل معاهم كاملين كانوا بحال كيتعاملوا معايا ناقص، كانوا بحال ما باغينش يبيعوا ليا كاع. ما عرفتش، يمكن كاين شي قانون هنا انا ما عارفوش، ولا يمكن حيت جيتهم براني وكملها على اللغه ديال تما اللي كانت مختلفه عليا وما فهمتهاش اصلا. بلاتي عجباك القصه مزيان وبغيتي تكملها، دير هاد اللعيبه لتحت، انا كنتسناك تتسالي ما عندنا ما يدار. وباش تشوف قصص اخرين دير هادي حتى هي، ولا عندك شي قصه غريبه او ما مفهوماش مع عالم الجن ما تنساش تصيفطها لينا في هاد انستغرام ولا كتبها في الكومنتات لتحت. وكيف ما سمعتي بغينا قصه ماشي شي تفليه قليله. ودابا نكملو. بقيت تما كنحاول هنا وهنا، ولكن والوقت كيدوز بديت كنفهم انني كنضيع وقتي هنايا. صراحه فقدت الامل في ديك البلاصه. صافي هي ديك دوزت واحد 3 سوايع ديالي كنحاول، ونورا فاش فشلت قلت صافي اجي نشرب واحد الكويت ديال اتاي ديالي، وكانت واحد القهوانيت تما في الخرجه، ونشد الطريق نرجع لداري تاني. كانت ديك الوقيته تقريبا جويه المغرب. كنت راجع بحالي شاد الطريق وكنفكر غير في التصافيره اللي خرجت ليا فالصو تا هي زيدها الاخرين. كنت غير هادي وصايق وكنفكر، كان ما على ما بالي بوالو، لا بالطريق لا بالنساء لا بوالو. كنت معصب لهاد الوضع اللي انا فيه. كان عقل كان الجو بدا كيظلم والكاميرا بدات كتضوي، وانا غادي في ديك الطريق شويه على الجهه ديالي بديت كنلمح واحد الراجل كيسرح بعيد، كان كيسرح الغنم. من الهيئه ديالو كيبان راجل كبير في السن وكيتمشى غير بشويه شويه. ضربت على الغنم اللي كان قدامه، تبارك الله واحمد تبارك الله، هذا راه كان مربي جمال ماشي غنم. تبارك الله كانت بهيمه تنسيك في الاخرى، وانا غير مصدوم في ديك الكسيبه. كانت هذه هي الحاجه الوحيده اللي قطعت داك التفكير ديالي
ودوك السربوب ديال المشاكل اللي كان هاجم عليا. في ديك الساعه كنعقل راسي حار الصراحه، ما عرفتش واش نكمل صافي نفوت هذا الراجل ونكمل طريقي وصافي خرجت فالصو، ولا نحبس ننزل ندير اخر محاوله مع هذا السيد. ما تعرف طلق ليا شي 2 ولا 3 البهيم. والصراحة بيني وبينكم كانت الكسيبة مليحة وعاطية اللعين. في الاخر صافي درت السينال وحطيت الكاميو على جنب ونزلت قاس داك الراجل الكبير وكسيبته المليحة تبارك الله. كنت كنتمشى كعاقل في وسط داك الخلا بعد معاناة طويلة مع الحجر والشوك في ديك الارض. قربت في الاخر عند داك السيد. ديك الساعة كان اقل صافي، كان تقريبا ظلم الحال. داك الراجل وانا غادي لجيتو كان كيبان لي كيتمشى بشويه وكان كيتلفتش، كان فيكسي قدامه. عيطت عليه من بعيد لكن ما تلفتش ليا، ما جاوبش. وكانت هذه هي اول الاشارات ديال انني نفهم راسي ونغيرها في هذه من هنا. لكن انا اللي فيه يكفيني، والغنم والكسيبه امين. وصلت عنده وسلمت عليه وكنعقل ما بحال ما بغاش يدوي معايا حتى هو. جاوبني عاد بكلمه واحده بلغه ما مفهوماش. ضحكت وحاولت نسولو على الكسيبه باي طريقه واش للبيع، لكن تا هو زيدو على الاخرين كان ما كيهضرش بزاف وغير كيشير ليا بيدو بحال عارفني ما غنفهموش. واحد اللحظه سكت وبديت كنلاحظ كيفاش هذا الراجل كاين غير بوحدو وكسيبته وسط هاد الخلا ديال المقطوعه. اش كيدير هنايا؟ خاصه انه ما كاين لا دار لا والو هنايا. كان بلان صراحه بشكل كنقول لكم الدنيا خاويه كتصفر. كنت كنتسائل فين غيمشي لهذا الراجل هذا وفين عايش، حتى شي عشا تما ولا ما كاين والو. صراحه غريب. كنقول مع راسي اش جاب هذا الراجل هنايا وكيفاش جاب هذا هو راجل كبير واش غيقد على هاد الكسيبه هذيك ولا بوحدو. ومن ديك الهضره القليله اللي دارت بيني وبينه واللي ما فهمتهاش، انا فهمت حاجه واحده، انه كان ما باغيش يبيع لي حتى هو، وانه كان كيقول لي سير بحالك بهذا التعامل ديالو. شفت في الارض هو تميت راجع في حالي. كنقول مع راسي زيد هذا على الاخرين حتى هو. انا غادي وكنبعد منه وصافي كنرجع في ديك الطريق المظلمه وكنقرب الكاميو. حتى شويه كنضرب على شي حاجه كتحرك في جنبي. شنو هو هادشي؟ بهيمه. هادي كانت بهيمه كتاكل تقريبا قريبه ليا شويه، وكانت بعيده على داك السيد اللي كان كيسرح. لكن مع الظلام وحتى لونها ما قشعت والو تما. درني راسي وقال لي شنو هذاك الشيء؟ سير شوف شنو هذاك الشيء. وكن غير ما سمعتش راسي، لانني وانا كنقرب كتزاد تبان لي الهيئه والشكل ديال داكشي قدامي. كان عتروس كحل كياكل من الارض. تلفت لجهه الراجل الكبير الكساب وبديت كنعيط ليه لا يكون ساعة دروسو هنايا ولا شي حاجه. لكن الغريب هو انني لقيت الراجل الكبير كان كيشوف فيا نيشان هاد المره. لكن انا يلا كنت معاه. كان سيد ما باغيش يشوف فيا تشوفه. وطيلت الهضره تقريبا عاطيني بجنبو، بعض المرات كاع كان كيعطيني بظهرو. كيفاش هذا ضارب هاد السرعه وكيفاش عاضيني؟ ماشي مشكل. قلت راه يمكن لا دار كيسول مع راسو شكون هو تخينا ولا شي حاجه. كون غير كان هادشي، لانني لقيتو كان كيشوف فيا وهز يديه كيشير ليا بيديه بديك الحركه ديال غير خودو. هذا الراجل هذا الصراحه خلاني وجاني غريب بزاف، خاصه نورا هاد التلفيته اللي لقيتو دايرها دابا شويه. حتى ديك الحركه ديال ايدو جاتني ما عرفتش اش كيعني بها. لكن العتروس كيبان تبارك الله واقف مليح وما فيه حتى عيب. ما فكرتش بزاف، وحتى الشيطان لعب عليا في ديك اللحظه وقال لي يا راسي عرفتي شنو؟ ياكم ما بغاوش يبيعوا ليك. ايوا ارى لي هاد الهوته هاد المعزه ولا العتروس غنحررهم. اللهم نخرج من هنا بمعزه تبارك الله واقفه، ولا نضرب هاد الطريق كلها على والو. شفت لجيت العتروس وتميت غادي لجيتو، ومن هنا بدا الرعب ديال بصح.